بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط السابع للإبكار المفاريد، وهو شوط الختام. من سيختم هذه الأشواط في هذا الشوط؟ على بركة الله وتوفيقه نتقدم ونسير إلى صدارة هذا الشوط. من تتقدم وعد بشعار عبد العزيز بن عليثة الجهني، من يقدم لنا وعد مع المركز الأول وثاني المراكز. وصلت النايفة سلطان بن عبد الله الجهني، ومن القادمة وصلت سلطانة عميد بن عايد بن غنيم الجهني، وكذلك القادمة ختام طلال بن سلمان الجهني. وكذلك هنا مع ثالث المراكز وصلت هنا مع رابع المراكز جواهين زايد بن سلطان بن ماضي الجهني، ولكن سلطانة بشعر عميد بن عايد بن غنيم، من يقدم لنا سلطانة. وكذلك وصلت ختام طلال بن سلمان الجهني، وكذلك هنا النايفة سلطان بن عبد الله الجهني غير إلى الصدارة، غير إلى المركز الأول مع النايفة سلطان بن عبد الله الجهني، وكذلك سلطانة عميد بن عايد بن غنيم الجهني. ولكن النايفة وسلطانة وختام، ولكن النايفة سجلوها باسم النايفة سلطان بن عبد الله الجهني. ثاني المراكز هنا سلطانة عميد بن عايد بن غنيم. ثالث المراكز هنا ختام طلال بن سلمان الجهني. وتوقيت الزمني لحظة الوصول مع سلطانة أو مع النايفة دقيقة و49 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وحظ اوفر لمن لم يحالف الحظ.